من شهر 7 وانا عمالة اقول هلو. انا نورهان عندي 25 سنة، بس انا بصراحة ما كنتش كملت حتى ال 25 وقتها، وتقريبا كنت متحمسة قوي بما ان بقى عندي 25 سنة. خلونا اخدكم النهاردة ونقضي عيد ميلادي سوا. اهلا بيكم في يوميات القاهرة ونورهان اللي بقى عندها 25 سنة. صباح الخير. من زمان قوي ما كنتش كاجوال بالطريقه دي، بس اكتر حاجه بحبها في البلوزه يلا عشان انا بجد متاخره. مش عارفه ليه الدنيا ما بردتش لحد دلوقتي، مع ان في السنوات ما قبل اللي احنا فيه ده كانت الدنيا بتبرد كويس قوي في 10. انا فاكره انه في مره كنا برا مصر ونزلنا لاول مره في اكتوبر، الدنيا بجد كانت تلك، يعني انا بجد ما كنتش قادره استحمل. فايه حوار ان انا لحد دلوقتي مش عارفه البس الشتوي بتاعي ده. يلا ما علينا، المهم ان الجو كويس، الواحد يقدر يتحرك يعني برويه. من شهر 9 نوران عماله تقول لي انا هحرق لك هديه عيد ميلادك، انا جايبه لك سلسله، انا جايبه لك سلسله. المهم بقى نوران اقول لك على حاجه. كنت حاسه ان هي حاجه هتبقى شبه كده. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ كان في مسلسل تركي اسمه مش فاكره، بصي بس انا حتى مش فاكره اسماء الممثلين، بس انا هجيبهولك. المهم بقى هي كانت بتحب طائر كده علشان هو فعلا بيلف وبيروح ويجي ويعمل كده. ف مش عارفه ليه لما انتي كنت بتقولي جه في بالي دي. ايوه عارفه. ايوه عشان هي ما انت بنت جليتري بالظبط، عشان لسه بعتلك الجليتر وقلت عليه تحفه. بتهزري؟ عشان نورهان محتاجه تخرج من الكومفورت زون بتاعتها، لازم تخرج من الكومفورت زون بتاعتها. عشان انا كان عندي واحد زي ده كنت كل ما اقول لها حطي منه تقول لي لا انا ما بحطش الالوان دي، انا ما بحطش الالوان دي. ايوه فقلت والله العظيم لازم اجيب لها واحد عشان تحط الالوان دي. انا قلت لازم اخرجها المره دي من الهديه دي من الكومفورت زون. باين انت ما حطيتيش اصلا. حطي بقى من فوق ده. دي هتمسكيها وهاتي بقى انت. لا ده احلى. في معرض كنا شفناه على انستجرام، هو في وسط البلد، وانا بصراحه بحب المعارض، فكانت حاجه كويسه قوي ان احنا نيجي المعرض في الوقت ده. لسه فوق. قبل وبعد ولا ايه؟ قبل وبعد؟ لا لا دي احسن طريقه ان الواحد يقضي بيها عيد ميلاده بصراحه، ان يكون في معرض موجود في المدينه، فتروحوا فتلاقوا سمير وعلي في المدينه عاملين واخدين كورنر كده وعاملين فيها ان انتوا تجربوا الالوان بتاعتهم حصريا. الموضوع ده حلو قوي.
And then we go down. Second, she's with the toilet brush, like cleaning the toilet with the toilet brush. With like the toilet brush water every part. Right. Say bye. Bye bye. Bye bye. Oh la la. Okay, ist das genug? حاسه ان انا بجود بس قشطه يعني مفيش اي مشكله. Aber du wolltest die ganze Zeit zu Hause spielen. Wir können zu Hause malen. Wir haben zu Hause auch ganz viele schöne Farben. Ja? البتاعه دي مش كل حاجه نيد تو بي فيكس. It's very dark. But they were sitting on the dark side of the color. No. I was sitting in the Yeah, but it was also very much Layla was on the dark side. She wanted black, black, and black. This was brown. Brava Leila! Nice. I like it. Well done. Ja, zu Hause. Zu Hause malen wir weiter. Ja, Papa würde jetzt gerne nach Hause fahren. Hä? Everyone wants to go home. حلوة قوي بتاعتي. اوكي احنا خلصنا ورشة الرسم، دلوقتي بقى نازلين على المعرض. انا I need to do my lip gloss. I need to. السلم متعب شوية بس بصراحة it's actually worth it. عشان كده الروم هنا الفايب بتاعها هادي كده والديتيلز بتاعتها تحفة. ده حاجة معبرة عن هي ده كان الكونسيبت بتاعها فعلا. وقفت هنا من الناحية الثانية. هو ايه ده تقريبا ده وانت رايحة العتبة؟ لا المبنى. لا مش عارفة. مبنى غريب قوي. ايه ده؟ هما قطعوه. يعني ايه قطعوه؟ يعني هو ما كانش كده، هو كان مبنى عادي وهما قصوه. ده اللي باقي منه؟ طب وليه عملوا كده؟ معرفش. حاسس ويرد. السجادة اللي هي عليها دايموند دي، بصوا دي حلوة قوي بجد، حلوة قوي. انا عموما بحب الالوان اللي هي الباستيل، بحب الالوان الباستيل شكلها حلو. اللوحة اللي فوق اللي هي كانت فيها جولد كده كانت 80,000. ارت وورك.
اللوحة اللي لسه عجباني من شوية دي $1500 حاجة كده، بس هي حلوة قوي تبع الشغل الكوري، بس هي بجد بجد يعني as a artwork تستاهل. اللوحة اللي كانت فوق الأربعة كانت الواحدة ب65,000. قبل ما ابدا اقول لكم بقى على الاجتماع السنوي بتاعنا اللي انا بقول لكم فيه اتعلمت ايه وما اتعلمتش ايه. بصوا انا كنت جايبه دول قوي ومتحمسه قوي ان انا البسهم، وقلت بقى في اكتوبر على عيد ميلادي يعني انه الدنيا هتبقى شتاء فهقدر البس كان عندي امال وطموحات كبيره جدا. بصوا كنت جايبه دي بجد من هنا هي القماشه بتاعتها ناعمه قوي، فانا بجد كنت مبسوطه بيها جدا. المهم فانا بقى يعني الدنيا ما شتتش، ما عرفتش البسه ولسه لحد دلوقتي ما شتتش، مش عارفه والله العظيم يعني كيوت قوي. بصوا متحمسه قوي ان انا البسها يعني. برضو ما عرفتش البسها في عيد ميلادي، ما عرفتش البس حاجه منهم في عيد ميلادي، بس يعني مش مشكله بقى. دي كانت الهدايا بتاعتي ليا بقى بس. يلا بقى نروح على الجزء المهم. اهلا بيكم في اللقاء السنوي لينا. السنه اللي فاتت لما كملت 24 كنت في الاخر كده قلت لكم على شويه الحاجات اللي انا اتعلمتها مثلا او اختبرتها بشكل اعمق او كان الموضوع فيها مختلف يعني. فالسنه دي جايه وجايبه لكم الدفتر وهقول لكم بقى على الحاجات اللي انا يعني مثلا بقيت مؤمنه بيها اكتر او ان انا اختبرتها برضو بشكل اعمق. واول حاجه كنت كاتباها هنا، بص انا كنت مفكره ان مش كنت مفكره بس يعني اختبرت حاجه اعمق من حب النفس. يعني مش حب النفس السطحي اللي انا بس اعمل نفسي بشكل كويس او ان انا ادللني او الحاجات دي، لا. بصوا كنت كاتبه ايه؟ ان حب النفس وحبك لنفسك هينقذك في كل مره، هينقذك لانك لما بتحبي نفسك بتعرفي قدرها وبتقدريها ومش بترضي بحاجات مؤذيه ليكي، والحاجات المؤذيه دي على جميع الاصعده، سواء علاقات او تعاملات او اي حاجه او حتى الحاجه اللي هي ما تليقش بيكي. وانا هنا بتكلم على حب النفس الحقيقي مش النابع من التعالي والفوقيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، الدنيا واسعة، ما ينفعش احصر نفسي في حدود وادخل نفسي جوه الصندوق واقعد. ربنا مورينا ان البلدان كتير، المياه كتير، كل حاجة كتير، كل حاجة في الحياة كتير، فانا ليه احصر نفسي في خيارات محددة يعني. طيب تالت حاجة ورابع حاجة هما مرتبطين ببعض يعني. كنت كاتبة بقول ايه؟ انه مش كل الناس هتفهمك وده طبيعي، مش كل الناس فما فيش مشكله لو الناس ما فهمتكيش، اللي فاهم خير وبركه، اللي ما فهمش ربنا يقويه يعني. مش لازم كل الناس تفهمني بنفس العمق اللي انا بتكلم بيه، وان كل واحد عنده تجاربه وعنده طفولته اللي مر بيها وعنده الحاجات اللي هو تبناها من صغره لكبره لحد دلوقتي. كل واحد عنده تفكيره وآراءه ونظرته، وانا برضو عندي تفكيري وآرائي ونظرتي. ده مش معناه ان احنا بنختلف او بنتخانق او اي حاجة من الحاجات دي، بس مهما كنتم مفكرين ان الطريق واحد او انه عشان انتوا مريتوا بنفس الحاجات دي وكان عندكم نفس الاحلام دي ووصلتوا لحيطة السد مثلا لا قدر الله او اي حاجة، المفروض ان انا كمان يبقى الموضوع عندي كده يعني. ده فمهما فكرتوا ان الامور متشابهة، هي لا، مختلفة. والمهم قوي انك تكوني عارفة انت عايزة ايه وايه اللي هينفعك وايه اللي مش هينفعك، ولو الكلام ده فيه نصيحة كويسة ممكن تاخديها، ولو ما فيهوش كل الشكر. دي بقى اكتر حاجة انا بحبها، لما تحطي حاجة في دماغك هتعرفي تطلعيها. يعني دي حاجة صح. وانا بس مش عايزاكم يا جماعة تبقوا هارش قوي على نفسكم، مثلا لو انتوا حابين ان انتوا تطبقوا كل الحاجات دي او كده. يعني في حاجات في اوقات كده ما بتنفعش، يعني في نصايح مثلا في اوقات معينة مش بتنفع، بس هي مستقبلا هتنفع. وفي حاجات في الوقت الحاضر هي دي اللي هتنفعني. يعني مثلا وانا صغيرة انا ما كانش ينفع افتح يوتيوب،
تمام. لكن دلوقتي انا عندي يوتيوب اللي انا كان نفسي من زمان قوي اعمله. فيعني برضو انا كنت مفكره ان انا هفشل في موضوع بلوم، بجد والله العظيم كنت مفكره ان انا هفشل. بس انا ما حطيتش في بالي موضوع الفشل قوي. هو انا كنت محرجه ان انا ابدا بلوم كده واعمل الفيديوهات بتاعه بلوم ومش عارفه. كنت حاسه ان انا يا لهوي كرنج ويا الله وازاي هعمل كده، وكنت حاسه بفشله يعني. كنت حاسه انه يا لهوي، كنت حاسه بكده والله بجد. انا سبت كل الحاجات دي، سبتها كده حطيتها على جنب كده يعني كاني مش شايفاها، وكأن الحاجات دي هي اللي كانت عندي يعني وقتها. بس مع اول فيديو نشرته حسيت انه الامر طلع سهل قوي. فلما حطيت يعني بلوم في دماغي وكده قشطه. وفي حاجات يعني تانية غير بلوم، بس يعني انتوا وانا شايفين يعني ان انا بدوين جود على بلوم وكده. فدي الحاجة يعني اللي انا اقدر اوريها لكم على ارض الواقع. فاهمين ازاي قصدي؟ ودي يعني النقطة دي بتودينا لحتة انه وانتوا بتبدأوا تعملوا مثلا مشروع او بتبدأوا تبنوا حاجة او مثلا بتتعلموا حاجة جديدة، ما تحطوش بقى في بالكم ان احنا هنفشل. ليه؟ لان دي رفاهية قوي. ان انا والله وانا مثلا ببدأ اتعلم لغة، افرض ما اتكلمتش بأي منطق، بدل الجهد ده، بدل ما تيجوا كده الساعة 12 بالليل ماشي في القعدة اللي انتوا بتقعدوها دي وجلد الذات والحوارات دي، تمام، تيجوا بقى افرض فشلت، افرض ما عرفتش اعمل كذا. ابدأوا الاول وبعدين شوفوا موضوع الفشل. لا يعني بشوف بصراحة ان الطاقة اللي انا هصرفها على حتة ان انا اقعد اجلد ذاتي بقى واقول ان انا هفشل ومش هفشل وافكر في الافكار السوداوية دي، لا، انا انام مثلا وبكرة الصبح ابدأ اشتغل جامد على نفسي. خلاص. بص بقى، لما تكوني عارفة صوت نفسك، التشويش هيكون اقل او معدوم. حتى لو كان التشويش عالي هتعرفي تفرقي، فما تخليش حد يرمي عليكي مخاوفه وينقلك قلقه وشكوكه فتشكي في نفسك وتحسي ان انتي مهزوزة. ان القرارات الصح ممكن تبقى عياط عادي. يعني القرارات الصح مش دايما بيبقى وراها ايوه انتي شطورة، ايوه انتي جدع، هو ده برافو، انتي كان لازم لا. لو في حاجة موقفاكم قولوا ايه هي اسوأ حاجة ممكن تحصل وجاوبوا على نفسكم واعملوا الحاجة دي. يعني ردوا بالإجابة بتاعة الخوف وهتلاقوا ان هي شيء يعني عبثي او مش عبثي. الخوف يحترم، ما عنديش اي مشكلة معاه، ولكن مش دي الحاجة اللي تخليكم يعني ايه تقفوا. مادام بتسعي يا نورهان مش هتبقي متأخرة على حاجة. يعني مادام السعي وطالما انتوا مثلا بتسعوا فاحنا مش متأخرين عن اي حاجة. بقى الناس كده هتحكم عليكي سواء عملتي سواء ما عملتيش، فاعملي بقى اللي انت عايزاه وكده طالما هي هتتكلم فخليها تتكلم، يعني على الاقل يبقى عندهم محتوى. انا ما بحبش الندم، يعني ما بحبش ان اجي اقول يا ريتني عملت، يا ريتني كذا. فعشان كده بحاول ان انا دايما اسعى على الحاجه بتاعتي، يعني ان انا ما اعتمدش او مثلا ما اعملش او لا، بحب اركض على حاجتي. فما تخليش العمر يجري وترجعي تقولي يا ريتني عملت ويا ريتني سويت. ما تحاوليش تصلحي حاجه بتتكسر، خليها مكسوره. بس كده يا حلوين، يا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالفلوج ده وبالهول الكتكوت الصغنطوط ده وبشويه الحاجات اللي انا اتعلمتها. اذا عجبتكم حاجه منها وقدرتوا ان انتوا تستفيدوا منها في الوقت الحالي اعملوا كده. لو حاسين ان هي ممكن تنفعكم بعدين فمش مشكله، ما تحسوش ان انتوا يعني مضغوطين او الموضوع يعني حازز في نفسيتكم قوي. هيجي الوقت اللي ان شاء الله تبقوا فيه قادرين ان انتوا تمسكوا زمام الامور. ما تقلقوش، يعني كله جاي. دمتم بألف خير وصحة وسلامة. اشوفكم الفلوج اللي جاي. باي باي. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تحت في الكومنتس، تعملوا كل الحاجات اللي هي الحلوة دي.